طاسة هنسخنها كويس قوي، وهننزل عليها شوية من اللية، هنقطعها بلية صغيرين كده. لو مش بتحبوا اللية في الأكلة دي عادي ممكن تستغنوا عنها، بس أنا عايزة أقول لكم الأكلة دي أساسها لية. فأنا الطاسة خلاص سخنة جدا، هقوم موطية النار خالص بقى لغاية ما اللية تبدأ إن هي تسيح معايا واحدة واحدة، ماشي؟ مش تتحرق، لا، عايزاها تسيح وتنزل الدهن بتاعها على مهلها خالص. بعد ما اللية اتعملت معايا كده وساحت زي ما انتم شايفين، بصوا نزلت سمنة قد ايه. خلاص احنا كده هننزل اللحمة المفرومة بتاعتنا، وهنخليها تتفك من بعضها، ماشي؟ لو عايزين قبل ما تحطوا اللحمة المفرومة تشيلوا قطع اللية، اوكي ماشي ممكن تشيلوا، بس انا عادي يعني مش بتفرق، فعادي بس. تمام، هفكك اللحمة كده شوية وهفتشها كأني هعصجها بالظبط، ماشي؟ لما تفك من بعضها كده على نار عالية، كل ده على نار عالية. بس انا عليت النار بعد ما حطيت اللحمة. هقول لكم هنعمل ايه بقى بعد ما كلها تبقى لون واحد، ماشي؟ حط بقى شوية من البهارات. اول حاجة معلقة صغيرة مليانة من بهارات الشاورما، اي نوع بهارات شاورما عندكم، او ممكن تعملوا بهارات الشاورما في البيت، انا منزلاها قبل كده، ابعتولي بس، اكتبولي في الكومنتات وانا هبعت لكم الفيديو بتاع بهارات الشاورما. هنحتاج كمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نحتاج كمان معلقه صغيره من الملح، او براحتكم الملح على حسب ما تحبوا، بصل بودره وثوم بودره وشويه من السبع بهارات. هنقلب بقى الكلام ده كويس قوي مع بعضه. زي ما انتم شايفين نزلت الميه بتاعتها وشربت ميتها، انا ما ضفتلهاش اي سوائل. هقول لكم بقى دلوقتي على تركايه بتخلي اللحمه المفرومه مهما كانت حجمها مثلا، يعني سنها كبير مثلا وبتاخد وقت في التسويه، وتحس ان اللحمه المفرومه مهما سويتوها مش بتستوي، وبتحس ان فيها حاجات كده مش مستويه لسه. هقول لكم بقى على التسويه اللي تخليها مستويه معاكم وخطيره. شايفين الريحه رهيبه. قبل ما نضيف اي حاجه هنضيف البصل ونقلب كويس. واللحمه المفرومه مش بتفرق اذا كنا حطينا البصل في الاول او البصل في الاخر قبل ما نشوح اللحمه، بس انا عموما بفضل ان انا اشوح اللحمه كويس قوي الاول، وبعد كده اضيف لها البصل، ماشي؟ بتبقى تدي طعم احلى يعني بمراحل بجد. انا هنا زي ما انتم ملاحظين انا مش مزوده كميه البصل اللي انا حطاها، انا حاطه كميه بصل قليله عشان انا مش بعصب لحمه قوي، يعني انا مش بعمل لحمه معصبه. هقول لكم ايه الوصفه في الاخر، اصبروا بس عليا. التركايه بتاعتي بقى ان انا بحط نص كوبايه من الميه على اللحمه المفرومه واحنا بنعصبها، هي دي التركايه. احط الميه على اللحمه المفرومه وهي بتتعصب. كتير منكم هيستغرب الموضوع ده، بس عايزه اقول لكم الميه اللي احنا بنحطها دي بتسوي اللحمه، بتبقى خطيره، بتخلي اللحمه المفرومه دايبه ومش محتاجه اي حاجه. في ساعات نوع لحمه مثلا ممكن نجيبه بتبقى مفرومه ماشي وكل حاجه، بس بتحسوا ان فيها حاجات لسه مش مستويه، او مثلا حته غضروف مثلا او حاجه كده مفرومه فيها، او حاجه بتحسوها ان هي ممكن تكون لسه مش مستويه او كده. انا بحط لها نص كوبايه الميه دي. خلي بالكوا دي كوبايه صغنونه خالص، اللي هي الاستكانات الصغيره خالص بتاعه الشاي دي. وده كيلو لحمه، فعشان كده انا حاطه كوبايه كامله من الاستكانه دي. بس هنهدي النار عليها وهنسيبها بقى لغايه ما
هتتشرب الميه بتاعتها وتنشف تاني. انا عايزه اقول لكم الخطوه دي خطيره. غطوا بس الحله اللي انتوا بتعملوا فيها او الوك او الطاسه اللي انتوا بتعملوا فيها عشان تتشبع الميه، تتشربها كويس وما تطرش على الفاضي. التركايه دي ماما اللي قالتها لي، وبصراحه انا من يوم ما عملتها وانا بدعي لها عشان اللحمه المفرومه بقت بتطلع خطيره ودايبه. خصوصا يعني مش هيفهمني قوي غير مثلا اللي عنده حد بيكي ايتر قوي يعني وما بياكلش اي حاجه. انا ولادي اصلا مقرفين في حوار الاكل، يعني لو لقوا اي حاجه بتعض مثلا تحت سنانهم وهم بياكلوا ممكن ما يكملوش اكل وخلاص ويسيبوا الاكل. بالذات عندي كارما الموضوع ده، فالموضوع ده بيخلي اللحمه دايبه 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 حرفيا. بس بعد ما اللحمه وصلت معايا للمرحله دي، شايفين، هشيل منها جزء عشان تبقى جاهزه لما اجي اعمل نفس الطبخه او نفس الاكله المره الجايه. فاهمين؟ الموضوع ده بيسهل عليا قوي 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 ان انا اني ما اطبخش نفس الاكله او اعمل نفس الخطوات في الاكل تاني لما اجي اعملها. دي حاجات كده بتبقى بتسهل عليا، وانتوا كمان اعملوا كده هتلاقوا الموضوع يسهل عليكم قوي، والاكله تبقى سهله لما تيجوا تعملوها تاني. خلاص بتبقى نصها جاهز. ماشي، خلاص انا كده خلصت. هبدا بقى اعمل احط الاضافات بتاعتي. هنحط فلفل وطماطم متقطعين اهو، قطع بقى شرايح جوليان او مكعبات على حسب انتوا بتفضلوا ايه. هنقلب بسرعه بسرعه. احنا مش عايزين نسبك الطماطم ولا الفلفل، احنا عايزين الحاجات الخضروات اللي احنا حطيناها دي، الخضار اللي احنا حطيناه يفضل فريش. ماشي، كل ده على نار عاليه. خلي بالك. وهنجيب هنا بصل معمول عليه سماق، حاطين عليه سماق وحاطين عليه كمان بقدونس فريش متقطع صغير ودعكنهم مع بعض كويس قوي. نقلب 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 عشان احنا مش عايزين الكلام ده يدبل، احنا عايزينه يفضل فيه قرمشه وقرشه وطعم الحاجات الفريش دي عايزينها تفضل موجوده. تمام، خلاص احنا كده خلصنا. هنحط بقى في الاخر خالص معلقه كبيره من الخل، وكمان هنحط كمان معلقه كبيره من الطحينه او معلقتين يعني على حسب ما انتوا بتحبوا. الريحه مش قادره اقول لكم وهميه ازاي، الريحه خطيره. كل ده على نار عاليه زي ما قلت. بصوا شاورما، هي شاورما بقى ابو حيدر بقى معرفش شاورما المهم ان هي دي الشاورما المصري الخطيره، بس عاملينها بتويست ان هي بلحمه مفرومه، مش لازم نعملها بشرايح لحمه متقطعه تقطيعه شاورما. تمام، خلاص كده هنقوم حاطين طبعا ورقين فويل. حط كده فحمايه حلوه عشان يديها الطعم المدخن الخطير اللي كلنا بنحبه، ونقفل عليها نغطيها وبالهنا والشفا. دلوقتي بقى هنعمل احلى ساندوتش شاورما ممكن تجربوه في الحياة. بصوا ده يعتبر اقل من نص كيلو لحمة مفرومة، عشان انا شلت اكتر من نص كيلو لحمة مفرومة. اتفرجوا على الجمال والحلاوة، الطعم بقى خطير، مش قادرة اقول لكم تحفة ازاي. هتقولوا لي بقى انتي بتاكليها ازاي؟ انا باكلها مع اكسترا طحينة كده، بغرقها طحينة وبالهنا والشفا. بصوا خطيرة خطيرة خطيرة، انتوا هتقوموا تعملوها حالا.
يعني لو محتارين تتغدوا ايه، طلعوا كيس اللحمة المفرومة من التلاجة وكلوا احلى واطعم شاورما مصري ممكن تجربوها. بصوا ما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود، شوية بهارات مع شوية حاجات كده وخلاص الموضوع بيبقى خلص. هروح انا مشكلة مامي دي انا عارفة وراها مشكلة، فهروح احل المشكلة واجيلكم بس. انا عايزة اوريكم هي جوسي ازاي، شايفين؟ مش ناشفة خالص خالص خالص، طرية طراوة مش طبيعية، خطيرة خطيرة. الكبار والصغيرين بيحبوها، سواء تعملوها في عيش فينو، عيش بلدي، عيش كايزر، عايزة اقول لكم تعملوها في عيد ميلاد، تعملوها في غدا، في عشاء، عايزة اقول لكم تعملوها في خطوبة مثلا. سندوتشات حلوة قوي وسريعة جدا، وعايزة اقول لكم كمان هي مش مكلفة، يعني لحمة مفرومة، مش هنختار قطعية معينة عشان نعمل شاورما او الكلام ده كله. اوريكم كمان، بصوا تتاكل بالعيش البلدي بقى زي ما بقول لكم، العيش بيمتص كده الجوسز اللي موجودة فيها، وتاكلوها بألف هنا وشفا.